توبيا تي في. 10 أمراض معروفة ليس لها علاج. بالرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يعيشه عالمنا حاليا، إلا أن مجموعة من الأمراض يعجز الطب عن علاجها حتى الآن. مرض السكر واحد من أكثر الأمراض المستعصية والمزمنة انتشارا، وهو عبارة عن اضطراب شديد في تغير النظام الوظيفي للكربوهيدرات التي تعمل على توازن قدرة الجسم لإنتاج الأنسولين، مما يستدعي الحقن يوميا بهرمون الأنسولين خاصة مع الحالات المتأخرة. الربو عبارة عن اضطراب مزمن في وظائف الرئتين، ويعاني المصابون به من التهابات حادة وشبه دائمة في الشعب الهوائية، وهو يصيب الأشخاص في جميع الأعمار. يتصف داء الربو بحدوث نوبات متكررة من صفير الصدر وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال، ويمكن للرئة أن تنتج البلغم عن طريق السعال، إلا أنه يصعب إخراجه. وتزداد حدة الأعراض عادة أثناء الليل وفي الصباح الباكر، أو نتيجة لممارسة التمرينات في الهواء البارد. نزلات البرد وهي نوع من العدوى الفيروسية الحادة، تصيب الجزء العلوي في الجهاز التنفسي وتنتشر أحيانا في باقي الجسد، ويأخذ المرض دورته الكاملة في الجسم وينتهي من تلقاء نفسه حتى مع تناول الأدوية. الإنفلونزا نوع آخر من العدوى الفيروسية الحادة، تصيب الجهاز التنفسي في جزئيه العلوي والسفلي، وتبدأ بفاع في درجات الحرارة مع رعشة في الجسد وشعور بالضعف العام، إلى آلام حادة في الجهاز الهضمي. الإيبولا هو فيروس من عائلة الفيروسات الخيطية، ويسبب الحمى الشديدة والنسف الدموي الداخلي والخارجي. الإصابة بالإيبولا تكون في معظم الأحيان مميتة. مرض السرطان واحد من أشد وأخطر الأمراض المستعصية والمزمنة التي تنتشر في العالم انتشارا كبيرا، وهو يعني نمو خلايا مدمرة في جسم الإنسان وتؤدي في النهاية إلى وفاته. ثلث وفيات السرطان تحدث بسبب 5 عوامل، تتلخص في ارتفاع نسبة كتلة الجسم، وعدم تناول الفاكهة والخضروات بشكل كاف، وقلة النشاط البدني، وتعاطي التبغ، وتعاطي الكحول. ومن المتوقع أيضا أن يزيد عدد حالات الإصابة بالسرطان بحوالي 70% خلال العقدين المقبلين. شلل الأطفال ينتج بسبب الإصابة بفيروس معد وحاد في الجهاز العصبي المركزي، تتشابه أعراضه مع أعراض عامة تحدث في الجسم مثل نزلات البرد والإنفلونزا. للأسف الشديد لا تظهر أعراضه على 90% من المرضى، كما أن الأطفال الذين يصابون به ليس لهم علاج. مرض الذئبة الحمامية وهو مرض يصيب الإنسان باضطراب في المناعة، مما يسبب التهابا مزمنا في أجزاء مختلفة من جميع أنحاء الجسم، ويعرف بشكله الذي يشبه الأقراص كثيرا. حتى الآن لم يكتشف أحد سببا بعينه لحدوث هذا المرض، ولكن الدراسات أثبتت أن العوامل الوراثية والبيئية كالأشعة فوق البنفسجية والتعرض لبعض الفيروسات تلعب دورا في إمكانية حدوث المرض، كما وجد أن بعض الأدوية تساعد على الإصابة به. مرض كروتسفيلد-جاكوب هو مرض نادرا ما يصاب به الإنسان، إلا أنه في حالة الإصابة به يكون مميتا، لأنه يدمر الجهاز العصبي ويدمر جميع الأنسجة في المخ، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الطبيب الألماني الذي اكتشفه. كورونا الفيروس السادس من فصيلة الفيروسات التاجية، ويعرف أيضا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وينتمي فيروس كورونا الشرق الأوسط إلى إحدى العوائل الفيروسية الكبيرة المعروفة بتأثيرها على الإنسان والحيوان، وتسمى باسم كورونا فريدي. توبيا تي في.